في ليلة باردة من ليالي شهر نوفمبر سنة 2009، وتحديدا في ولاية يوتا الأمريكية. ولاية يوتا المعروفة بالجبال العالية والكهوف العميقة. والحقيقة إن في واحدة من الكهوف دي، واللي كانت شاهدة على أكتر القصص المأساوية في تاريخ استكشاف الكهوف، قصتنا هتبتدي. قصتنا بتبتدي لما كان جون إدوارد جونز وهو شاب كان عمره 26 سنة، وهو واحد من الأشخاص اللي كان عندهم شغف غير عادي، وتقدر تقول كمان إن الشغف ده وصل لمرحلة الهوس بالمغامرات واستكشاف الأماكن الضيقة والخفية. البداية كان جون اتربى وكبر في عيلة محبة للمغامرات واستكشاف الكهوف. هو وأخوه جوش اعتادوا من وهم أطفال إن هم يخرجوا مع أبوهم وأمهم في رحلات لاستكشاف الكهوف اللي كانت منتشرة في أنحاء يوتا، وكان عندهم فضول ما كانش ليه حدود في استكشاف الكهوف. جون كبر واتغيرت حياته بشكل كبير، خصوصا بعد ما اتجوز وبقى عنده طفل صغير. كانت حياته بقت مستقرة أكتر، لكنه ما كانش متخيل إنه ممكن يستغنى عن شغفه القديم بالكهوف. بالنسبة له استكشاف الكهوف كانت مغامرة بيلاقي فيها نوع من الراحة النفسية، الراحة اللي بتخليه يهرب ولو مؤقت من ضغوط الحياة اليومية. وفي شهر نوفمبر سنة 2009 قرر جون إنه يحقق حلم طفولته مرة أخيرة قبل ما المسؤوليات العائلية تكبر أكتر. فكرة استكشاف كهف زي كهف ناتي كانت بالنسبة لجون في البداية فكرة بسيطة وأمان. الكهف ده كان مشهور بين مستكشفي الكهوف المحليين بأنه مليان تحديات وممرات ضيقة جدا، لكن بالنسبة لجون ده كان جزء من المتعة. فقرر هو وأخوه جوش وعدد من أصدقائهم إن هم ينزلوا لاستكشاف الكهف ده، بس ما كانوش عارفين إن المغامرة دي ممكن تنتهي بكارثة. وفي اليوم الموعود والجو كان بارد والسما كانت مليانة غيوم، لكن المغامرين كانوا مستعدين لدخول الكهف. وبالفعل دخلوا الكهف، وكانوا واخدين معاهم أدوات بسيطة جدا، أدوات زي كشافات وخوذات وحبال. وكان معاهم نفس الحماس اللي كان جون دايما بيحس بيه. جون كان متحمس جدا، وكان متأكد إنه قادر يتعامل مع التحديات اللي هتقابله داخل الكهف. بدأت المغامرة بشكل هادي في البداية. المشاعل كانت بتنور الجدران الصخرية، وأصوات الصدى اللي بتطلع من حركاتهم اللي في المكان، والكلام اللي بينهم اللي كان بيحيي الكهف. الممرات الضيقة والمليانة بالتعريجات كانت بتتحدى قدرة المستكشفين على التكيف. كان لازم يبقى في كتير من الأحيان يزحفوا على بطنهم وسط الصخور المليانة في قلب الكهف علشان خاطر يقدروا يعدوا. كان في ممر معين مشهور جدا بين المستكشفين. الممر ده كان ضيق بشكل غير طبيعي، لدرجة إن لازم اللي يعدي منه يكون رفيع جدا. والممر ده كان معروف بين المستكشفين باسم البريس كانال أو قناة الميلاد، وده لأن الممر ده ضيق جدا وبيحسسك كأنك بتتولد منه من جديد لما بتعدي منه. جون اللي كان شجاع بطبيعته قرر إن هو هيكون أول واحد يحاول يعدي من الممر ده. بدأ ينزل على بطنه ويزحف ببطء بين الصخور، وجسمه كان بيتحشر أكتر وأكتر كل ما يحاول يتحرك. هو كان عارف إن مفيش مجال للغلط هنا، ولازم يكون كل حركة بيعملها يكون حاسبها كويس وبدقة رهيبة. جون فضل يزحف وحاول إنه يدخل من فتحة ضيقة جدا، وبدأ يزق جسمه جامد داخل الفتحة دي. ومن هنا كانت الكارثة. جسمه اتحشر في ممر ضيق جدا، وكان في زاوية في الصخور خلته يتقفل عليه بشكل شبه كامل. حاول يحرك رجله، لكن رجله كانت محبوسة. وبعد كده حاول يحرك صدره أو راسه، لكن برضه مفيش فايدة. الكهف اللي كان دايما مصدر للتحدي والمتعة فجأة تحول لسجن مظلم وبارد. في اللحظة دي جون حس بشيء من الرعب اللي عمره ما حس بيه قبل كده. كان في نص الكهف ومحبوس، راسه لتحت وجسمه اتحشر في مكان ضيق جدا. كان كل اللي شايفه قدامه هو الصخور السوداء اللي بتتقفل عليه، وكان كل اللي حاسس بيه هو قلبه اللي بيدق بسرعة وأنفاسه اللي ابتدت تضيق جوه المكان. حاول يكلم أخوه اللي كان وراه على بعد مسافة قصيرة، صرخ بصوت مكتوم: أنا مش قادر أتحرك. جوش جري عليه وحاول يساعده، لكنه أدرك بسرعة إن الوضع أخطر مما تخيله، وهنا كان لازم يستعينوا بفريق إنقاذ. وبمجرد ما أدرك جوش وأصدقائهم إن هم مش قادرين يخرجوا جون بنفسهم، اتصلوا بفريق الإنقاذ. وفي غضون ساعات قليلة كان الكهف مليان برجال الإنقاذ المتخصصين. الجو ابتدى يبقى متوتر جدا، الكل كان عارف إن هم لازم يتحركوا بسرعة، لكن في نفس الوقت كانوا عارفين إن كل حركة غلط ممكن تسبب لجون إصابة خطيرة، أو حتى ممكن يموت من أي حركة غلط.
رجال الإنقاذ حاولوا بكل الطرق يوصلوا لجون، لكن التحدي كان ضخم. الممر ضيق جدا، وحتى المعدات اللي كانت معاهم ما كانتش بتنفع في المكان ده. كانوا بيحاولوا يربطوا حبال حول رجليه عشان يسحبوه، لكن جسمه كان محشور بطريقة بتمنع أي حركة. الساعات ابتدت تمر وجون كان لسه محبوس في نفس المكان. كل دقيقة كانت بتمر عليه كانت بتزيد من خطورة الموقف، لأنه كان محبوس رأسا على عقب، دماغه تحت ورجليه فوق. الوضع ده كان بيضغط على جسمه بشكل كبير، وكل ما الوقت يعدي ضغط الدم ابتدى يتأثر أكتر. وخلال الساعات الطويلة اللي جون قضاها محبوس كان الألم بيزيد كل لحظة. جسمه كان بيعاني من الضغط بسبب وضعيته اللي شبه مقلوبة. مع كل نفس كان بياخده كان صدره بيتضغط أكتر وأكتر على الصخور. الوضع بقى أقرب لكابوس حي، مش قادر يتحرك ولا يصرخ ولا حتى يرتاح. رجال الإنقاذ كانوا بيتكلموا معاه من وقت للتاني، كانوا بيحاولوا يطمنوه ويشجعوه إنه يفضل قوي، لكنه كان خلاص ابتدى يفقد الأمل. الرعب اللي كان جواه كان أكبر بكتير من أي كلام ممكن يطمنه، وابتدت أسئلة كتير في الوقت ده تدور. على الأقل هو ابتدى يسأل نفسه، هل دي النهاية؟ هل هفضل هنا لحد لما أموت؟ كل دي أسئلة كانت بتدور في راسه ساعتها. كل اللي كان بيتمناه في اللحظة دي إن هو يخرج، حتى لو ده كان معناه إنه هيصاب أو هيبقى تعبان. المهم يخرج من الحبس ده. مع مرور الساعات الوضع بقى من سيء لأسوأ، لأن جون كانت راسه لتحت محبوس في ممر ضيق للغاية. المشكلة مش بس في ضيق الممر، ولكن في إن جسمه كان مضغوط بزاوية غير طبيعية. الدم كان بيتجمع في راسه، ووضعه كان بيزداد خطورة كل لحظة. فرق الإنقاذ كانت بتحاول بكل الطرق إنها توصل ليه، لكن التحدي هنا كان كبير جدا، وكل ثانية كانت بتمر كانت بتمثل خطر جديد على حياته. محاولات الإنقاذ ما توقفتش، لكن الصعوبات كانت أكبر مما تخيلوا. في البداية فريق الإنقاذ حاول إن يسحب جون باستخدام الحبال، لكن جسمه كان محبوس بشكل يمنعهم من تحريكه. وقتها خدوا قرار تاني، وهو محاولة تكسير الصخور اللي حواليه. لكن كان عندهم مشكلة تانية، إن الصخور كانت كبيرة جدا، وتكسيرها ممكن يسبب انهيار الكهف أو تضغط على جسم جون أكتر من كده. بعد حوالي 24 ساعة من بدء عملية الإنقاذ، يعني بعد يوم كامل وجون في الوضعية المقلوبة دي، التنفس ابتدى يبقى صعب عليه، وكان حاسس بإرهاق شديد جدا. على الرغم من إن فرق الإنقاذ كانت بتحاول تطمنه وتتكلم معاه علشان تخليه يفضل واعي ومركز، لكن مع مرور الوقت بدأت علامات اليأس تظهر عليه، وابتدى يقول لأخوه جوش، قول لأمي وأبويا إن أنا بحبهم جدا. كلامه كان مليان إحساس إن النهاية خلاص قربت. خلال الساعات دي فريق الإنقاذ فكر في فكرة جديدة، وهي تركيب نظام حبال جديد لمحاولة سحبه. لكن الوضع كان حساس جدا، لأن الصخرة اللي كانت محبوسة بين صدره وظهره كانت ضاغطة عليه بشكل صعب جدا، وكل محاولة لتحريكه كانت بتسبب له ألم لا يحتمل. رجال الإنقاذ قرروا يخاطروا بمحاولة أخيرة. قاموا بتثبيت نظام حبال معقد عشان يسحبوا جون من الوضع اللي هو فيه. بدأوا يسحبوه ببطء شديد، وفي البداية فعلا ظهر بعض التقدم، لكن فجأة الحبال دي اتفكت وجون وقع مرة تانية لمكانه اللي كان موجود فيه. الضغط اللي على جسمه ووضعيته المقلوبة لمدة طويلة جدا خلت حالته الصحية تتدهور بسرعة كبيرة. الدكاترة اللي كانوا في المكان أكدوا إن استمرار الوضع بالشكل ده هيكون قاتل. بعد 28 ساعة من محاولة الإنقاذ، فريق الإنقاذ هنا كان مضطر إنه ياخد القرار الأصعب. جون إدوارد جونز ابتدى يفقد وعيه بشكل كامل، وفضل يفقد وعيه تدريجيا لحد ما في النهاية مات نتيجة لانخفاض ضغط الدم الشديد وتأثير الوضعية اللي كان محبوس فيها لفترة طويلة. وفاة جون كانت مأساوية بشكل لا يوصف، مش بس لأسرته وأصدقائه، لكن لكل فريق الإنقاذ اللي كان بيكافح بشجاعة علشان ينقذه. بعد وفاة جون تم إغلاق كهف ناتي للأبد. الناس قرروا إن المكان ده هيكون موقع مغلق عشان ما يتكررش الحادث المأساوي ده ومحدش تاني يخش الكهف ده. أسرة جون كانت في حالة صدمة وحزن شديد جدا بعد الحادثة، لكن رغم الألم الكبير ده عائلته قررت إنها تشارك قصته بهدف زيادة الوعي حول مخاطر استكشاف الكهوف، وإن هم يشجعوا الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الدخول في أي مغامرة زي دي. موت جون إدوارد جونز كان درس مؤلم جدا لكل محب استكشاف الكهوف، وأصبح بيفكر مستكشفي الكهوف دايما بأن المغامرة رغم إنها بتدي شعور بالحياة والحرية، لكنها ممكن تكون مميتة لو ما كانتش محسوبة بشكل مظبوط. وأصبحت قصة جون
بتفكرنا دايما بإن المغامرة ليها وجهين، وجه مليان حماس وتحدي، ووجه تاني مليان خطر ممكن يظهر في أي لحظة. جون دخل كهف ناتي بشجاعة، ولكنه واجه واقع مرعب ما كانش متوقعه، وانتهت المغامرة بشكل مأساوي. الكهف اللي كان مصدر للتحدي بالنسبة له بقى قبره الأخير. قصة جون بتعرفنا كلنا إن الحياة مهما كانت طويلة فهي رحلة قصيرة جدا، وإن القرارات اللي بناخدها في حياتنا ممكن يكون ليها عواقب أكبر بكتير مما نتخيل. المغامرة دايما تستحق إننا نكون جاهزين ليها بكل تفاصيلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو حضرتك عجبتك القصة والهدف منها، أرجوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. ولو حضرتك لسه ما اشتركتش في القناة فما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ومن هنا لحد ما أشوفكم تاني أقول لكم تصبحوا على خير.